عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهارده في جمله مش بسمعها من واحد، انا بسمعها كتير قوي. جمله تعتبر من الثقافه المجتمعيه. دكتوره، انا مش عارفه انا عملت كده ازاي. انا جوايا اتنين. جوايا اتنين بمعنى ان التصرف الغلط اللي عملته ده تصرف غلط، بقى الفاظ، سرقه، تحرش، خيانه، معايره، طفشان، اي حاجه. لا مش انا، ده في حد تاني اللي عمل كده. ونبدأ بقى نخش في السكة بتاعت ايه ده، هو مين اللي عمل كده؟ ده ملبوس. فنبدأ نقول ده في جن، عفريت، whatever بقى هو اللي عمل معاه كده، والولد او البنت. او للأسف تبدأ آه ناس ممكن تكون متخصصة او غير متخصصة تبدأ تحط تشخيصات على هذا الأساس، ونخش في دايرة كبيرة، يعني بيبقى الشخص مشي في دايرة هيصة يعني. طيب أنا اللي جوايا اتنين ده شيء طبيعي ولا شيء مش طبيعي؟ هو شيء طبيعي. هو مش ربنا قال لك ألهمها فجورها وتقواها؟ يعني حضرتك جواك اتنين، واحد فاجر وواحد تقي. انت مفروض مهمتك في الحياة الخناقة اللي بينهم دي، انك طول الوقت تكسب التقي على الفاجر. طيب انا النهاردة الفاجر كسب، ابقى انا ماليش دعوة؟ لا، ابقى المجهود اللي عملته عشان التقي ده يكسب ما كانش كافي او ما كانش مناسب. طيب انا قلت الكلام ده، على الاقل اللي سمعوا ما يصدقوش. يعني اللي سمعوا يقول له يعني ايه جواك اتنين؟ جواك واحد شرير وواحد خير. طب ما هو طبيعي، ما هو الهمها فجورها وتقواها. كلنا يا جماعه جوانا ده وجوانا ده. محدش يعني، بدون بقى ذكر المواقف، لكن انا كنت في موقف مره مع ممثله يعني قديره، وكنا في التلفزيون مع بعض، وهي دايما في المسلسلات بتطلع طول الوقت ست زي الفل. ده حتى بينها وبين نفسها ما بتتعداش الادب. يعني يبقى حد ظالمها طول المسلسل وبقاله 10 حلقات مطلع عينها، وهي بينها وبين نفسها ما بتشتموش مثلا او تدعي عليه او تحاسبه. فلما قابلتها مره بس من زمان برنامج تلفزيوني، فقلت لها الكلام ده، فقالت لي ايوه بس احنا لازم نعلم الناس الخير. قلت لها ايوه بس ربنا بيقول، ما هو انا لما اوصل للبني ادم انه الشر مش هيجي على بالك ابدا طول ما انت كويس. يعني عمره ما هيجي على مخك حاجه غلط، اول ما يجي على مخك حاجه غلط لا ده انت كده بقيت وحش. هو ربنا بيعمل ما يحاسبناش على افكارنا. وبعدين لو انا وصلت ده للناس، الناس هتوسوس، هيجي لها وسواس، هيجي لها حب للكمال والبرفكشنزم. يعني وده هيعذب الناس وهيحسسها بجلد واحساس بالذنب ملوش لازمه. فطبيعي ان انا يبقى جوايا فاجر، لان ربنا قال الهمها. يعني هي من غير ما تقصد انت هيجي لك الفكره الفاجره والفكره التقيه. انا لازم بقى الجهاد نفسي اللي طول الوقت بعافر في الاتنين ده، هو اللي بيوصل لي ان انا اكسب مين عن مين. وده اللي يخلي الواحد يعني. برضو موقف تاني اقوله لكم، ان انا كنت بشوف مره حاله لما الجريمه بتبقى بشعه جدا، فدايما المحكمه بتشوف انه في خلل نفسي ممكن يكون موجود، او المحامي بيطلب انه يحصل كشف نفسي وتقييم نفسي، لان الجريمه بتبقى معديه الحدود. فلما بيبقى المجرم ده او المدان ده بيحبس في مستشفى العباسيه للصحه النفسيه، اكبر مستشفيات طبعا العالم، مش بس الوطن العربي. فلما بيروح قاعد فيها ويبقى عليه من بره حراسه بوليسيه يعني، والدكاتره النفسيين يبداوا يروحوا بالتناوب يعملوا تقارير لغايه ما القاضي يطمئن قلبه. فرحت مره اشوف واحد كان ذابح ولاده السبعه، والواحده بس اللي عدت منه، والبنت حكت القصه، البنت الصغيره حكت القصه، فكانت الجريمه بشعه جدا يعني. فالولد اللي بيحرس الراجل ده
دخل لي في الاول فقال لي يا دكتوره النبي اكتبوا بقى الراجل ده مدان عشان نخلص، عشان يطمئن لانه بيضحك عليكم. قلت له ليه بيضحك علينا؟ قال لي هقول لك، مفروض بيجي لهم مواد غذائيه من ضمنها كيس لبن الصبح وبالليل، ويمكن الظهر مش عارفه، بس هو قال لي صبح وبالليل. فهو المجرم ده ما او المدان يعني ما بيحبش اللبن، فبيحطه للقطه. ففي يوم القطه ما جاتش، ففضل اللبن في الطبق قدام الايه العنبر، ومعروف ان هيجي لبن تاني بالليل، فالعسكري اللي قاعد بره شرب الايه اللبن. ومن المرضى راحوا قالوا للمدان ده الحق ده العسكري خد اللبن بتاعك اداه شربه. فاتخانق معاه وعمل حكايه وروايه. فقال له بقى انت صعبان عليك القطه وما صعبش عليك ال7 عيال اللي انت خلصت عليهم؟ ده انت وانت وانت. لانه ليه بقى؟ لانه هو مش مصدق برضه فجورها وتقواها، ان هو مع انه وصل في درجه الفجور ويعني الاجرام للهنا، ومع ذلك جوه تقوى. مفيش حد يا جماعه فينا ابيض خالص او اسود خالص، ده كلام ربنا اللي خلقنا مش هنعدل عليه. طيب هو انا مفروض يبقى عندي شخصيه واحده؟ يعني بيقول لي انا عندي شخصيتين، شخصيه كذا وشخصيه كذا، واحد كويس وواحد وحش. لما قلت له الايه دي ما عرفش يرد عليا، قلت له يا حبيبي انا كده وانت كده وكل الناس كده، ده حتى الانبياء كده. بس الفكره ايه؟ انه انت بتجاهد نفسك لدرجه تصل الى الابيض الرمادي اللي يقترب من الابيض، لكن عمرك ما توصل للابيض. ما فيش انسان نزل على الارض وصل. ده ربنا سبحانه وتعالى سيد الخلق محمد عليه الصلاه والسلام قال له عبس وتولى ان جاءه الاعمى، مع انه اعمى ما شافوش، بس عشان يوصل لك انت اللي بتقرا القران ان هذا انسان يخطئ. فاذا انا هنا عايزين نوصل لايه؟ عايزين نوصل ان احنا مش مش يعني مش حاجه غلط انك انت يبقى جواك فجور، لانه هو نفسك الهمت ذلك. الغلط انه يطلع، انه يظهر، انك انت تتبناه وتعنونه في شخصيتك، لكن انك انت تحسه او يجي على بالك لا طبعا. فما تجيش تقول لي النهارده لما عملت تصرف معين يتحط تحت بند الفجور، ده انا مش انا. لا مش حاجه اسمها كده. طيب انا بقى كشخصيه زي ما كنت بقول لكم في فيديو الشخصيه، هو انا عندي شخصيه واحده؟ لا انا عندي شخوص. طب انا ايه الفرق بيني وبين الممثل؟ ان الممثل بيمثل شخصيه مش بتاعته. يعني ممكن كريم عبد العزيز يعمل شخصيه حرامي، لكن انا غاده مش هعرف اعمل غير غاده. فانا لما اعمل شخصيه هنا وشخصيه هنا وشخصيه هنا وشخصيه هنا، كلهم زي ما كنت بقول لكم دولاب، كلهم ذوقي، كلهم مقاسي، كلهم شبهي. لكن انا مش محترفه التمثيل ولا موهوب التمثيل عشان اعمل واحد غيري بيفكر بطريقه غيري او بيلبس بطريقه غيري او بيحب بطريقه غيري أو. يبقى نفتكر دايما يا جماعه الجمله دي، حتى لو احنا اللي مش قلناها وسمعناها نرد الرد ده. طب ما هو طبيعي ان جواك حاجات وحشه وجواك حلو، بس مين اللي كسب في اللقطه دي؟ انت كسبت مين؟ عشان نتعلم السيلف كنترول، نتعلم التحكم النفسي، نتعلم تحمل مسؤولياتنا، نتعلم ان احنا ليه عملنا كده ونفهم نفسنا ويبقى عندنا وعي ذاتي عالي، مش دايما عندنا طرف ثالث يشيلنا. مرة بقى فلانة ومرة فلان ومرة الناس ومرة العفاريت ومرة الجن. وبعدين لو الإنسان معرفش تصرفاته جت منين وتحمل مسؤوليتها وحاول يفهمها ويشرحها للناس، عمره ما هيتطور. ولو أنا وإنت 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 ما اتطورناش، الكيان كله اللي هو بلد كلها بل البشرية كلها هتروح في 60 سلامة. يا رب نكون استفدنا ويومكم حلو.